تعرف ان دي تاني مرة في تاريخ الدوري المصري ان يبقى في 3 أندية في اخر ماتش اللي يكسب فيهم ياخد الدوري؟ حصلت قبل كده في الثمانينات، كانت بين المقاولين والزمالك والاهلي، واللي عرف ياخد الدوري ساعتها المقاولين، وبالصدفة الاهلي كان هو التالت نفس النسخة دي. وللعلم ان عمرها ما حصلت قبل كده في اي دوري في العالم غير في الدوري الايطالي تقريبا سنة 2001 2002. لكن تعال نقول كده ان دي اجن ليله في تاريخ الكره المصريه ككل، ان اخر 3 ماتشات او اخر ماتش في الدوري اي فرقه من الثلاثه ممكن تاخد الدوري، سواء بيراميدز او الاهلي او الزمالك. لكن والثلاثه فعلا قدروا ان هم يكسبوا في الماتشات دي، بس الترتيب فضل كما هو عليه. البطل هو الزمالك، البطل بكل ما تعني الكلمه من بطوله. هتكلم في الفيديو ليه الزمالك بطل، مش كنادي، مش كإدارة، مش كأي حاجة، غير هما حاجتين: جمهور. والجمهور يعني برضو ايه، مش من اول القصة، الجمهور من نص القصة عشان احقاقا للحق. لكن يعني من بداية ما معتمد جمال بدأ بوادره تظهر. لكن انا بالنسبة لي هو البطل هو معتمد جمال. معتمد جمال، مش اللعيبة، مش الإدارة، مش هو بالنسبة لي البطل الأوحد، هو اللي عمل التاريخ ده، هو معتمد جمال. وهتكلم في الفيديو ده ليه. والأسوأ في الثلاثة دول هو الأهلي اللي هو تالت واحد فيهم، وبرضه هتكلم واقول ليه. بس خلينا عايز ابتدي كده اقول كلمتين. اظن ان النسخة دي من الدوري تثبت ان فكرة ان الاهلي بيتجامل، والاهلي ننوس الحكومة ولا ننوس الدولة، باين زي ما بيقولوا. خلاص يا جماعة بقى نشطب على الكلام ده بالله عليكم. في اي بقى ماتش جاي، في اي بطولة جاية، في اي حاجة جاية، بالله عليكم نشطب على الكلام ده. عشان ده اكتر موسم الاهلي كان محتاج فيه مجاملات، اكتر موسم الاهلي كان محتاج يتجامل فيه، واكتر موسم الاهلي جاله فيه فرص انه يتجامل فيها. ضربة جزاء ما تتحسبش، جون يتلغي، جون يجي علينا ممكن يتلغي، الحاجات دي كان ممكن نتجامل فيها وما اتجاملناش. فالاهلي خسر عشان ده الطبيعي. لكن ما كانش بيكسب عشان بيتجامل، كان بيكسب عشان هو بيلعب وبيكسب. وانت ما كنتش بتعرف تلعب وما كنتش بتكسب. هي دي القصه يعني. انت بتتظلم في ماتش، انا بتظلم في ماتش، الحكم بيجي عليك مره، بيجي عليا مره، الحكم بيجاملك مره، الحكم بيجاملني مره. وانا ضد مقوله على مر التاريخ في كل الحلقات اللي انا اتكلمت فيها، انا ضد مقوله ان في حكم، او مش سهل ان احنا نقول ان الحكم ده مرتشي او الحكم بيوجه الماتش لفرقه معينه. مش بالسهل خالص. في حكام بتأذي وبتفيد، بس يصيب ويخطئ زيه زي اللاعب. فنردم بقى على فكره ان الاهلي بيتجامل ده بالله عليكم، عشان الموسم ده كان الاهلي في عرض مجامله واحده. مجامله واحده، ماتش واحد اتجاملنا فيه كنا خدنا الدوري، حرفيا كنا خدنا الدوري. طيب تعالى بقى نبتدي. انا كاهلاوي انا كنت مبسوط، ولا ابتدي بالزمالك؟ لا خلينا نبتدي بالاهلي الاول. انا كاهلاوي كنت مبسوط من ان الاهلي، فكره ان الاهلي ما ياخدش الدوري، لان اخدان الاهلي للدوري هتداري على حاجات كتيره جدا. الاهلي اعلاميا، الاعلاميين بقى والمطبلاتيه حب اللي بيحبوا النادي الاهلي والناس الوصوليه، كانت هتداري على الكوارث اللي بتحصل في الاهلي من اول ما عماد النحاس مسك. بيتهيألي من اول ما عماد النحاس، يعني من اول ما عماد النحاس سلم، والاهلي ما خدش قرار صح في اللعيبه، في المدربين، في العقوبات، في كل حاجه. كل ده كان هيتدار عليه لو كان الاهلي خد الدوري. كنا كملنا عادي بقى، اللي هو يا جماعه احنا ابطال الدوري ويلا نكمل نشوف الدنيا فيها ايه. فكنت اتمنى ان احنا ما ناخدش الدوري بمنتهى الامانه، بس كنت اتمنى ان احنا نلعب دوري ابطال افريقيا. زعلان جدا ان احنا مش هنلعب دوري ابطال افريقيا، مش زعلان ان احنا ما خدناش الدوري. هتقول لي عشان الفير بلاي، وان انت محتاج، وان انا كمشجع نفسي اكسب وبتاع. فعلا انا مشجع نفسي اكسب، وانا كمشجع نفسي الفرقه بتاعتي تكسب سواء هي حلوه او وحشه. بس في المقام الاول احنا، هي مش غلطه ماتش، مش غلطه بطوله، احنا في كوارث بتحصل محتاجين نقف عندها. وكان المكسب هيداري على ان احنا نقف ناخد قرارات صارمه. اللعيبه بقى اللي بتتمايع، اللعيب اللي بيبعت الوكيل بتاعه عشان يطلع يقول كلمتين، اللعيب اللي قاعد يفكر في الفلوس، طب ده خد ليه وده ما خدش ليه وانا ما بلعبش. اللعيبه دي مرض جوه النادي. اللعيبه دي لازم تمشي. اختيار المدرب لازم يتم بشكل يعني ما يعني انا مكسوف ان انا بقول للاهلي لازم يتم بشكل احترافي. التعاقدات، يعني يا جماعه محامي ب 3 جنيه يا جماعه. احنا اي حد بيمضي علينا، اي حد بيمضي معانا عقد ملبسنا في الحيط. اي بني ادم ماضي معانا عقد لبسنا في الحيط. ادم وطني دلوقتي بيساومنا على امام عاشور عشان في تفصيله صغيره كده في عقد امام عاشور. ان امام عاشور ده عقده اللي مكتوب في اتحاد الكوره، وده نفس اللي عمله على مع اسامه ابو علي، وده اللي ضغط بيه على الاهلي. ان في وباء في الدوري المصري ان احنا بنسجل عقد في اتحاد الكوره برقم معين،
نيجي بعد كده ندي للاعب رقم اكبر، انا هدي لك مثلا 10 قروش بس، في العقد هنكتب قرشين. ال10 قروش دول هتاخد منهم 8 اعلانات، والقرشين دول هتاخدهم مني مرتبات. طيب ماشي، فادم وطني بيضغط على ايه؟ ان انا هخطف اللاعب منك اخليه يمضي في اي نادي، اللاعب بناء عليه ما ينفعش يتوقف. فالفيفا لما انت بتشتكي في اللاعب، يعني الفيفا بتديله بطاقه دوليه مؤقته يلعب بيها لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. يعدي موسم في التاني، الفيفا تحكم في موقف زي ده. لا احنا بنحكي السيناريو، يعني في موقف زي ده تحكم للاهلي طبعا عشان اللاعب كان ماضي معاها. فما بتوقفش اللاعب، بتغرم اللاعب، تقول له مثلا تدفع 3 4 اضعاف العقد بتاعك، تدفع ضعفين العقد بتاعك اللي هو كام؟ قرشين اللي متسجل في اتحاد الكوره، ما تقدرش تثبت ان هو 10 قروش. فخد يا باشا، خدهم على الجزمه وخلاص. فهو لو درعنا من الحته دي، الترب اللي احنا مش عارفين نمشيه بقالنا 3 شهور، عشان لو درعنا من حته اسمه ايه ده، الفلوس اللي احنا هندفعها له. كولر قبلها اللي بنقبضه لحد دلوقتي. مين يا جماعه مين اللي بيمضي العقود في النادي الاهلي؟ مين اللي مسؤول عن مضيان العقود في النادي الاهلي؟ الكارثه ان احنا نلعب كونفدراليه السنه الجايه، وزنقتك في ان انت بتلعب كونفدراليه السنه الجايه دي، انت في امل ان انت ما تلعبش بنسبه كبيره كاس عالم انديه بعد كده، لان انت لازم تلعب النسخه اللي بعدها دوري ابطال افريقيا، ولازم تاخد دوري ابطال افريقيا عشان تلعب كاس عالم النسخه اللي بعدها. فلو دي فاتتنا خلاص احنا بره كاس العالم انديه يعني. فدي كارثة أكبر. فكل الكوارث دي كنا هنستمر فيها في السوق ده لو كان الأهلي خد الدوري. فالحمد لله إن الأهلي ما خدش الدوري، بس الحسرة إن الأهلي مش هيلعب دوري أبطال أفريقيا زي ما قلت. لكن تعالى أرجع بقى للبطل اللي اسمه معتمد جمال، واللي بقى أثني عليه في كل حاجة هو عملها من أول ما مسك الزمالك. وبلاش نكذب ونرجع للحلقات ونرجع للناس اللي اتكلمت في الميديا والناس اللي اتكلمت في التلفزيون. الزمالك كان بيقول أنا هلعب حلم حياتي إن أنا أخش دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية. فما تقوليش ان ده كان مخطط له. ها، والزمالك في اول الموسم جابوا مدرب اللي هو قالوا عليه العبقري ده، مش فاكر اسمه والله، وعمل ماتشين كويسين، وبعد كده بدأ الكيرف هوب، اللعيبه كانت الدنيا مفرطه على الاخر. جه معتمد جمال اشتغل شويه لوحده، اشتغل شويه في صمت كده، بدأ يقوم الكيرف بتاع النادي. الاهلي بيقع، بيراميدز بيقع، الزمالك اتفاجئنا كده، نمنا صحينا الزمالك ركب الجدول. بدأنا ساعتها نبص ايه الحق يا عم، ده الزمالك بيعمل، وتجربة مش عارف اسمه ايه اللي ماسك الكرة في الزمالك ده، يقول لك التجربة ناجحة. هي ولا تجربة ولا حاجة، هو كله على الله. هو البطل الأوحد معتمد جمال اللي تعرض لهجوم شرس بعد نهائي الكونفدرالية. الراجل كان بينافس على نهائي كونفدرالية، كان بينافس على كونفدرالية ودوري مصري. نهائي كونفدرالية وصلك لمرحلة انت ما كنتش تحلم بيها. مش هقول لك بقى ان الماتش راح منك، الماتش جه منك. هو بيلعب بكميه لعيبه قليله، بيلعب انا متاكد ان معتمد جمال ده لو قالوا له يلا يا باشا احنا هنجيب لك اي لعيب انت عايزه، اقسم بالله هيمشي 3/4 فرقه الزمالك. هو بيلعب بلعيبه زي ما بيقولوا بيحط كل واحد يقفل له خرم. ما هم دول اللي معاك، وهم دول اللي هتكمل بيهم الدوري. والراجل ولا عيط ولا اشتكى ولا بكبك، وعمل اللي هو عليه. ماتش مثلا ماتش نهائي الكونفدراليه كله انتقد ان هو رجع لورا، وليه رجعت كده واحنا كان المفروض نضغط ونكسب وبتاع. هو عارف اللي معاه، هو عارف اللي معاه يعمل ايه، ومع ذلك عمل نفس الاسلوب قدام سيراميكا، خطف جون ورجع بات ورا. حتى لو كان الجون ما اتخطفش كان هيبات ورا. الاستحواذ لسيراميكا 80% باين قدام الزمالك، لان هو ده اللي هيكسبني. ولو لعبت باي طريقه غير كده هخسر. وزي ما خسرت نهائي الكونفدراليه ضربات جزاء، كنت هخسر الدوري قدام سيراميكا ضاغطه وماسكه كوره عليا طول الماتش. فهو ما فيش قدامه غير كده. فهو ليه بقول لك هو مش الجمهور، مش اللعيبه، مش اي حد. هو اللي خلى اللعيبه تصدق ان لا فيها تقدر. هو اللي خلى الراجل اللي بيقدر يجري 20 دقيقه بس يقول له يا باشا انا مش عايزك تجري لي غير ال 20 دقيقه دي، انزل اجري لي ال 20 دقيقه دي وهطلعك وانزل اللي يسد مكانك. وده اللي بيعرف يمسك هنا، اقف امسك هنا بس استموت لي في الملعب. هو اللي خلى اللعيبه تشوف النور في اخر الطريق. هو اللي خلى الجمهور يشوف ان في امل. هو اللي خلى الجمهور يحس ان في حاجه فيجي ورا الزمالك. فبطل السيناريو كله بالنسبه لي هو معتمد جمال. هو اللي قوم الزمالك. الناس اللي بتلومه على ماتش الكونفدراليه، الناس اللي بتلومه على الاداء ان هو بيتراجع كتير وبتاع، يا جماعه اقسم بالله الراجل وصلكم لمرحله انت كنتش تحلم بيها. انت كزملكاوي ما كنتش تحلم لو اتقال لك ان انت يا باشا هتلعب دوري ابطال افريقيا، هتاخد تاني الدوري،
وهتلعب نهائي الكونفدراليه، تكسبوا وتخسروا دي الله اعلم، هتلعب نهائي الكونفدراليه هتضمن لك مبلغ ايا كان بقى، مليون دولار ولا 2 مليون دولار، هتضمن لك مبلغ من نهائي الكونفدراليه. لو اتقالت لك اول الموسم كنت هتقول يا عم، انت كنتش هتقول يا عم خير وبركه، كنت هتقول يا عم بطل هبل، يعني حاجه مستحيل تحصل. فهو الراجل وصلك لده، تطلع تشتم ومش عارف مين طالع يقول له يا جبان، ومين يقول له اهجم يا جبان. اهجم بمين يا عم؟ نهارك ابيض. اقسم بالله فرقه الزمالك دي ما فيها اتنين تلاته، ما فيها اتنين تلاته حرفيا. الحراس ما فيش واحد بيكمل خمس ست ماتشات على بعض. المساكين، مين في المساكين في الزمالك كويس يعني؟ يعني مين كويس كاسم؟ حسام عبد المجيد. الونش خلاص راجع من اصابات كتيره جدا، مش قادر يقف على رجليه، وكل شويه يتصاب ويطلع 3 4 ماتشات ويرجع. حسام عبد المجيد هو الماتشات اللي الزمالك خسرها واتأثر عليه في المشوار ده كله، حسام عبد المجيد السبب فيها. عبد الله السعيد بيكافح، مش يعني هقول انه ما بيعملش، بيكافح وبيجتهد، بس ستيل هو عبد الله السعيد يعني عظمه كبيره، يعني مش قادر يشيل الفرقه كلها لوحده يعني. مين تاني؟ شحاته حتى اللي كان كويس، شحاته يعني الله يرحم والده يعني طبعا. شحاته مش مسمار في نص الملعب زي ما شفناه في المنتخب الاولمبي، زي ما شفناه في ماتشات الدوري فيما قبل. الزمالك كله ما فيهوش حد كويس، ما فيهوش حد كويس. حتى ناصر منسي اللي طالعين بيه السما ده كل خمس ست ماتشات بينزل له ماتش. فالزمالك كله ما فيش حد كويس حرفيا يعني. لو جبت زملكاوي رصيت قدامه فرقه الزمالك وتقول له مين الكويس، هم بس عشان بيبقوا لابسين التيشيرت، وهو اي حد لابس تيشيرت الزمالك هو محبوب عند جمهور الزمالك. لكن انت لو وقفتهم كده، لو جبت حد حكيم كده ووقفت الفرقه دي كلها وقلت له مين فيهم يقعد ومين يمشي، والله يمشي كله ما عدا بزير عشان بيعرف يعني يجري ويهيص وبتاع. انا شايف هو البطل الاوحد للقصه دي معتمد جمال. هو عمل من الفسيخ شربات حرفيا، التمثيل الحقيقي لمثال عمل من الفسيخ شربات. معتمد جمال تشكروه ان هو وصلكم نهائي كونفدراليه، تشكروه ان هو حطكم في المكانه دي، تشكروه ان هو جاب لكم دوري من بق الاسد. ما فيش عندي كلام تاني اقوله يعني. الواحد يعني خد الصدمه تدريجيا. الاهلي من خمس ست ماتشات، مش من خمس ست ماتشات، من خمس ست ماتشات دخلنا في حته ان انا خسرت الدوري. لكن الاهلي من اول السيزون بيدخلني في حته ان انا ايه، من سيء لأسوأ، من سيء لأسوأ. انا كاهلاوي اتمنى في لعيبه كده، اتمنى ان هي تمشي من الاهلي، اتمنى امام عاشور ده يمشي من الاهلي. زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، دي لعيبه واقفه على انتاجيه يعني. زيزو كويس، زيزو مش كويس، فدي ممكن نشوفها يعني. ممكن نجيب مدرب يقعد ويشوف ده كويس ده وحش. الشناوي وشوبير ده كويس ده وحش. اللاعب اللي انا اتمنى انه يمشي لانه وباء في النادي الاهلي هو امام عاشور. اكتر واحد عامل جدل في النادي الاهلي هو امام عاشور. وعشان الاهلي بيعرف يقفل بس على المشاكل، ما بيطلع لناش غير ايه، خمس ست مشاكل في الموسم. الاهلي لو مستباح كل يوم هتسمع مشاكل عن امام عاشور، بيكلم ده ويحكي لده ويطلع مع ده ويسيب النادي ويخش ويقفل موبايله وما يسافرش ويفوت طياره فاتمنى من اداره الاهلي اول قرار نخلص من امام عاشور بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي، لان اللاعب زي ده مش عايز اقول لك يعني لازم يتأذي، بس يعني ما هو مضر. فاخلص منه بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي، يتباع، نخلص منه تماما. ونبتدي اول خطوه مجلس سوري، جهاز فني محترم، جهاز فني محترم. تاني خطوه او يمكن دي تكون الخطوه الاولى، الإدارة أبوس رجليكوا ابعدوا عن قرارات الجهاز الفني. أنا مش مقتنع إن كولر وموسيماني فجأة كده بعد موسم يعني أنا من الناس اللي كنت بقول كولر ده لازم يمشي، وأنا من الناس اللي كنت بقول موسيماني ده لازم يمشي. بس هي شكلها غريب قوي إن أنا ببقى ماشي بسنتين تلاتة كويس، فجأة أنا بعك. هل هي يعني ده طبيعي؟ بيتهيألي لا، بيتهيألي لا، ده مش طبيعي خالص. فمؤخرا بدأ يظهر لنا تدخلات الإدارة في قرارات الجهاز الفني، فأتوقع إن فيما قبل كان ده اللي بيحصل. فأتمنى من الإدارة تنعزل تماما عن الجهاز الفني وتسيب الكرة تشتغل لوحدها. كل اللي عليها إن هي تعين كل ما هو جيد لإدارة هذا النادي ككورة يعني، وتنفصل تماما عنه، وتسيبوا العجلة تدور وبس كده. يبقى نهينا الدوري المصري. مبروك لنادي الزمالك، مبروك للنادي الاهلي، لان اللي حصل في الاهلي ده مكسب هيفوق الاهلي فيما هو قادم. بس يا سيدي، وبكده وصلت لنهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.